الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في قناة اونتيو، والنهارده ان شاء الله هنبتدي في شرح معادلة الفي لوك اب او دالة البحث الرأسي. ومعادلة الفي لوك اب مسؤولة عن عملية البحث عن القيم، سواء القيم دي ارقام او نصوص. بمعنى ايه؟ شايفين حضراتكم من قدامي جدول كده يعتبر خاص بالموظفين، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين ان الجدول ده فيه 15 اسم. لو انا اتطلب مني اعمل بحث عن اسم وليكن اسم احمد حسن، بالتالي الموضوع هيبقى سهل. هروح ماسك خانة النيم، تمام، بص اهو اسم احمد حسن ظهر لي، اقدر استنتج منه، اعرف من البوزيشن، ديبارتمنت، البيزك سالري، الجوين ديت، تمام. طيب لو الجدول اللي قدامي ده حضراتكم فيه 50 موظف او 100 موظف فيما اكثر، هل هيبقى الموضوع سهل؟ اكيد الموضوع مش هيبقى سهل. هعرف اطلع الاسم بس هياخد مني وقت جدا. طيب لو انا حبيت بقى اسهل الموضوع ده، هي هنا دور دالة الفي لوك اب، ان هي بتسهل لي موضوع البحث. طب ازاي بقى بستدعي في لوك اب؟ في عندي 3 طرق لاستدعاء دالة الفي لوك اب. اول طريقه من الهوم، من المنيو بار، بختار اوتو سم، بدوس على اوتو سم، تمام حضراتكم، مور فانكشنز، واروح كاتب في السيرش في لوك اب، واروح دايس جو، ظهرت لي، عاملها سيلكت، اوكي، ظهر لي الفانكشن ارجيومنتس، وده الدايلوج الخاص بالمعطيات اللي انا بديها للاكسل، بناء عليه بيحقق لي نتيجه البحث وبيجيب لي القيم اللي انا محتاجها. دي اول طريقه. تاني طريقه من الفورمولاز، بختار لوك اب اند ريفرنسز، واختار اخر حاجه في لوك اب، بيظهر لي نفس الفانكشن ارجيومنتس. في الطريقه الثالثه، والطريقه الثالثه اللي دي المانيوال، بس خليها في اخر الفيديو بعد ما اكون شرحت لحضراتكم ايه هي المعطيات المطلوبه مننا اللي دالت في الفي لوك اب عشان يتحقق الشرط. تمام، بنخش عند الفي لوك اب، ده الشيت اللي هو يعتبر المفروض انه الخاص بالبحث. ده الشيت عادي جدا، شيت اكسل، ما هو الجدول معمول جاهز، تمام حضراتكم. اول حاجه انا عشان داله الفي لوك اب تتحقق الشرط معايا وتبقى صالحه للاستخدام، لازم يكون القيمه اللي بعمل عليها بحث تكون اول عمود في الجدول. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي طبيعي ان انا لما اجي اعمل بحث عن طريق اي موظف هعمل بيرو نمبر لسبب بسيط جدا، لان ممكن يكون عندي موظف بنفس اسم موظف تاني، يعني في 2 موظفين اسمهم نفس الاسم، فساعتها هيبقى في كذا موظف بنفس الاسم، فمش هقدر اطلع نفس النتيجه مظبوطه الا لو قعدت اعرف بقى، اخترت من البيزك سالري اشوف او كل موظف شغال فين او تاريخ التحاقه بالعمل. فانا عشان كده بعمل بحث بالبيرو نمبر، لان البيرو نمبر ده عامل زي السيريال نمبر الخاص بالمنتج اللي هو ما بيتكررش، او زي رقم البطاقه، رقم البطاقه ما بيتكررش. فانا بعمل بحث برقم البيرو الخاص بكل موظف، فعشان كده لازم البيرو نمبر اللي هعمل بيه بحث لازم يكون اول عمود في الجدول، يعني يعتبر اول عمود في الجدول من ناحيه الشمال، او لو انا عامل الجدول بالعربي من ناحيه اليمين يكون اول عمود من ناحيه اليمين. تمام، نرجع للفي لوك اب. تمام، بروح انا جاي واقف على خانه النيم اللي انا المفروض عايز اعمل لها استدعاء، اعرف لما انا اكتب رقم الموظف يظهر لي اسمه، ويظهر لي البوزيشن بتاعه، ويظهر لي الديبارتمنت والبيزك سالري والجوين ديت. طيب باجي اول حاجه على خانه النيم ونجيب معادله الفي لوك اب من الفورمولا زي ما اتفقنا. في لوك اب بيظهر لي الفانكشن ارجيومنتس. اول حاجه هو بيقول لي لوك اب فاليو، يعني هو بيقول لي انت عايز تبحث عن انهي قيمه، سواء القيمه دي زي ما قلت لحضراتكم رقم او اسم. يعني هو الاكسل اللي بيسال عايز يعرف لما يبقى في رقم او القيمه الموجوده هنا اهو، يجيب لك البيانات الخاصه بالخليه اللي انت واقف عليها اللي انت عامل فيها المعادله خانه النيم. يعني مثلا هو عايز يعرف لما يشوف الرقم البيرو نمبر يجيب لي الاسم الخاص بالبيرو نمبر. فانا هروح جاي واقف على اللوك اب فاليو زي ما هي اول مربع، واقول له انا عايزك تبص لي على القيمه دي، يعني يوم ما تبص لي على البيرو نمبر تجيب لي القيمه اللي قصاد البيرو نمبر الخاصه بالنيم. تمام، ده اول شرط. تاني شرط بيقول لي التيبل اري. التيبل اري اللي هو ايه؟ اللي هو الاكسل اللي بيسالني طب انا ابص لك على القيمه دي في انهي جدول، فين الداتابيز بتاعتك. فاروح رايح على الداتابيز واروح عامل سيلكت للتيبل كله زي ما حضراتكم شايفين. تمام، بس انا كده حددت له الجدول اللي فيه القيم اللي انا محتاجها. تالت خانه الكولم اندكس نمبر. الكولم اندكس نمبر اللي هو رقم العمود، رقم العمود اللي هو الخاص بايه؟ الخاص باللي هو انا عايز القيمه اللي استدعيها. يعني بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عايز تجيب لما احط البيرو نمبر يظهر لي اسم الموظف الخاص بالبيرو نمبر، فاروح راجع الداتابيز وابص على اسم الموظف. اسم الموظف ده محطوط في انهي خانه بالنسبه للجدول؟ ده يعتبر العمود رقم كام؟ العمود رقم 2، عفوا مش الخانه، العمود رقم 2. يعني ادي اول عمود بيرو نمبر، تاني عمود الخاص بالنيم، تالت عمود بوزيشن.
انا اللي هنا محتاجه ايه؟ محتاج النيم، يبقى اجيب العمود الخاص بالنيم اللي هو يعتبر رقم ايه؟ رقم 2. بلغي التحديد طبعا عشان اكسل اللي بيحدد، فانا بحدد رقم 2. تمام. اخر حاجه عشان المعادله تتحقق رينج لوك اب. ايه رينج لوك اب؟ بيقول لي انت البحث بتاعك لما اجي اعمله ده بالبيرو نمبر، البحث ماشي بالترتيب يعني من رقم 1 2، او ماشي الترتيب متسلسل او مش مترتب. فلو مش عشان اضمن النتيجه تطلع مظبوطه هقول مش مترتب عشان الاكسل يدور في كل الجدول، فبحط له رقم 0 ان هو مش مترتب، واروح دايس اوكي. تمام كده انا المفروض لو كتبت البيرو نمبر الخاص بالموظف يظهر لي اسمه. نجرب كده. 1000 ظهر لي اسم احمد حسن. نرجع نتاكد من الجدول تاني. ال1000 خاص بالموظف احمد حسن. طب نجرب رقم تاني وليكن 1022 يوسف محمد. نتاكد تاني فين رقم 1022. خاص بالموظف يوسف محمد. تمام. ادي اول حاجه في نتيجه البحث الخاصه بالنيم. نفس الكلام هنكرره بالنسبه للبوزيشن، ونفس الكلام هنكرره بالديبارتمنت، ونفس الكلام بالبيزك سيل، ونفس الكلام بالجوين دي. تعالوا نجرب مع حضراتكم الكلام خاص بالبوزيشن. هنعمل لوك اب اند ريفرنسز، نختار في لوك اب فاليو. خلاص هو عايز يبص على انه قيمه، نقول له هنبص على القيمه البيرو نمبر. تمام. في اني تيبل، نروح راجعين عاملين سيلكت على التيبل كله. تمام. كولوم اندكس نمبر خاص بالبوزيشن رقم كام؟ العمود الخاص بالبوزيشن هو 1 2، هو العمود التالت. نروح كاتبين رقم 3. رينج لوك اب فاليو 0. تمام. نلغي بس كلمة الداتابيز اللي كانوا واخدينها من الشيت، نحط رقم 3 فقط. اوكي. ظهر لنا البوزيشن الخاص بالموظف يوسف محمد اللي هو صاحب رقم 1022 في البيرو نمبر. نرجع نتأكد كده يوسف محمد شغال ايه. يوسف محمد سكرتاري. مظبوط. طيب لو انا عايز اطبق الكلام ده بسرعة، مش هقعد كل شوية اقعد اكتب ديبارتمنت ولا اعمل لوك اب فاليو. في طريقة سهلة اقدر اطبق بيها المعادلة على بقية الخانات الباقية. زي ما حضراتكم عارفين الاكسل، لو انا جيت عند العلامة دي، شايفين علامة الزائد اتحولت لزائد ازاي بعد ما كانت زائد كبيرة بقت زائد صغيرة كده اهو. لو انا جيت شديت ده كده بيسحب لي المعادلة، يعني الاكسل لو انا كاتب معادلة بيسحبها لي لتحت. تمام. طيب انا دلوقتي سحبت المعادلة، ليه ما جابليش النواتج على طول؟ ان هو في ديبارتمنت كذا والبيزك سالري كذا والجوينتد كذا. لان انا لما سحبت المعادلة هو الاكسل نزل بالقيم اللي انا كنت مديها له. بمعنى ايه؟ نبص على اول حاجة في المعادلة. انا كنت بقول له بص لي على B1 اللي هو البيرو نمبر. من النيم بوكس اعرف ان ده B1، من النيم بوكس ادي B1. تمام. فانا كنت بقول له ايه؟ بقول له بص لي على B1 في الداتابيز الخاص بالجدول ده. تمام. في العمود رقم 2 عشان يجيب لي اسم الموظف. طب انا لما نزلت كده اهو حضراتكم مش شايفين هتلاقوا رحل بعد ما كان B1 خلاها B2، والداتابيز رينج الجدول اتغير، والعمود 3 زي ما هو ثابت. تمام. يعني ثبت العمود. هنا لو نزلنا هنلاقيه B3. شايفين حضراتكم B3، ولو نزلنا هنلاقيه B4. يعني هو بيرحل. طب انا دلوقتي عاوز لما انزل اشد كده اهو بالاكسل يثبت لي المعادله بتاعت الفي لوك اب، وانا بس اتحكم في رقم العمود عشان ساعتها يجيب لي دولار. اعمل ايه؟ بروح جاي عند اول معادله انا كتبتها واحط علامه اس دولار. ايه هي علامه اس دولار؟ اس دولار دي العلامه اللي لما بحطها على رقم الخانه او بحطها على رقم العمود بتثبت لي العمود ان هو ما يتحركش. بمعنى ايه؟ الاول حاجه لو عايزين نعمل اديت في المعادله بنيجي عند اف اكس وراديسين بيظهر لنا الفانكشن ارجيومنتس. اول حاجه انا كنت بقول للاكسل لوك اب فاليو اللي هي البيرو نمبر بص لي عليها، لا اللي هي رقم B1. تمام. لما جينا شدينا المعادله لقيناها بقت B2 ونزلنا تحت بقت B3. ليه؟ هو الاكسل لما شديت المعادله هو نزل بدل ما يبص لي على B1 بقى نزل لي يبص لي على B2. فانا عايز اثبت B1، بروح اعمل ايه؟ بحط علامه الاس دولار، وعلامه الاس دولار دي بتتحط عن طريق F4. بس انا عندي F4 مش شغاله، اللابتوب بيشتغل بيعلي الاضاءه وبيوطي خاص بالاضاءه، فعشان كده انا ما بستخدموش، فبستخدمه مانيوال عن طريق شيفت ورقم 4. بحط علامه الاس دولار قبل وبعد حرف البي. نفس الكلام بالنسبه للتيبل اري عشان التيبل اري ثابت معايا. تمام. واروح دايس اوكي. رقم العمود ده كده بيتغير لان كل خانه انا بختارها بحدد لها رقم عمود جديد سواء من النيم او البوزيشن او الديبارتمنت، واروح دايس اوكي. تمام. دلوقتي بسحب المعادله
شايفين حضراتكم النتيجة كلها ظهرت يوسف محمد. ليه؟ لان انا كاتب رقم عمود الاتنين الخاص بالنيم اللي هو يوسف محمد. طيب راح جاي عامل بقى على طول ايديت على الرقم العمود من هنا اهو، عامل اف اكس عشان اقول لك، واروح كاتبه رقم 3. اوكي ظهر لي الوظيفة، انزل تحت واعمل ايديت عليه واروح حاطط رقم 4 لان انا حافظ ان الجدول ماشي بالترتيب. ظهر لي الديبارتمنت، اعمل اف اكس واروح حاطط رقم 5. ظهر لي البيزك سالري. اخر حاجة رقم 6 هيظهر لي وده الخاص بالجوين ديت. زي ما حضراتكم شايفين ان الجوين ديت ظاهر على اساس ان هو رقم مش ظاهر دي، فاحنا ممكن نقدر نعدلها من النمبر فورمات. نرجع قائمة هوم ونغير في النمبر فورمات ونخليها شورت ديت. ظهر لنا معانا التاريخ اهو، بس هو ظاهر ان هو مقدم الشهر واليوم والسنة. طب لو احنا عايزين نخليها اليوم، عايز مثلا نكتب تاريخ يوم شهر سنة، بنعمل رايت كليك نختار فورمات سيلز كاستم ونكتب هنا اهو احنا عايزينها ازاي. نكتب دبل دي اللي هي داي، دبل ام مانثs، واي 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 اللي هي هير السنة، وهندسين اوكي. زي ما حضراتكم شايفين ظهر التاريخ 13/1. نجرب رقم تاني، بيرو نمبر تاني وليكن رقم 2000. ظهر اسم الموظف والبوزيشن والديبارتمنت والبيزك سالري والجوين دي. كده دي معادلة الفي لوك اب. طبعا بتسهل علينا لو في داتابيس كبيرة جدا، فاحنا مجرد ما بنحط الرقم بنوضح الرقم بيظهر لنا كل الداتا اللي احنا كنا عاوزينها. ودي نقدر نستخدمها زي ما حضراتكم شايفين داتابيس خاصة بالموظفين، او ممكن حسابات العملاء والموردين، او ممكن لو في مسؤولين عن المخازن في اصناف كتيرة فبنعمل سيرش بالسيريال نمبر يظهر لنا سعر المنتج او الكمية الموجودة منه. تمام. نيجي نمسح هنا حضراتكم البيرو نمبر، هنلاقي ان في ايرور ظهر في بقية الخانات. ليه؟ لان هي الخانة دي لما المعادلة في لوك اب جت عامل بحث على البيرو نمبر ملقتش بيرو نمبر، زي اكن برضو لو كتبت بيرو نمبر غلط وليكن 5000 نفس النتيجة، في ايرور ظاهر. طيب انا عشان اخفي الايرور ده اعمل ايه؟ هنيجي على المعادلة نقف على الخلية اللي فيها المعادلة، وزي ما حضراتكم شايفين في الفورمولا بار نيجي بعد علامة يساوي ونختار معادلة اف ايرور. هي ظهرت لنا دبل كليك. تمام. اف ايرور هو بيقول لنا ايه؟ اف ايرور حط القيمة اللي انت عاوزها اللي يظهر فيها الايرور اللي هي في لوك اب. تمام. واروح جاي عند اخر قوس. تمام. نحط الشرطة المايلة اللي هي حرف الواو. تمام. وتقول له تكتب له القيمة اللي انت عاوز تظهر لو رقم البيرو نمبر او الفاليو اللي بيبحث عنها غلط. يعني انت ممكن تقول له مثلا اكتب لي مثلا الرقم غلط، ممكن نعملها كده wrong number او wrong value. نعمل wrong value. طبعا لما بكتب اي نص في الاكسل لازم احط بين علامتين دبل كرو اللي هي شيفت طه، لازم يتحط عشان يقرا النص. لو ما كتبتش كده المعادله مش هتشتغل. تمام. وراح قافلين المعادله قوس محدثين انتر. شايفين حضراتكم ظهر لنا ايه؟ wrong value. طب لو كتبت بيرو نمبر صح 2000 خلاص اختفت، لغيت اذا wrong value ان هي القيمه خطا. او ممكن نخفيها بدل wrong value نخليها ايه؟ نمسح كلمه wrong value زي ما حضراتكم شايفين ونخلي علامتين دبل كرو، معناها ان هي يبقى فيها فاضي، وندوس انتر بقت فاضي. نطبق معادله اف ايرور في بقيه الخلايا عن طريق ان احنا نكتبها مانيوال تاني. بعد علامه يساوي نعمل اف ايرور دبل كليك، نيجي بعد ما نخلص معادله في لوك اب نروح عاملين دبل كرو نكتب. هو هنا بنقول له ان المعادله دي اول حاجه بيقول لنا الفاليو اللي انت عايز تشيل منها الايرور، بنقول له الفاليو دي. طيب تاني حاجه الفاليو ايرور ايه اللي انت عايزه يظهر مكان الفاليو ايرور، نروح عاملين هنا كوما ونكتب بقى الفاليو اللي عايزينه زي ما قلت لحضراتكم، ونقفل القوس وندوس انتر يظهر لنا فاضي. او ممكن نسحب المعادله، بس طبعا لو سحبنا المعادله هيسحب بنفس رقم الكولم لان هو رقم الكولم مش متثبت. يعني مثلا انتوا شايفين سحبت رقم الكولم. تمام. وجيت كده بيرو نمبر وليكن 2000 سعيد علي، ظهر لنا دكتور لان سحبت من اول بوزيشن، فسحبت احنا رقم الكولوم الخاص بالبوزيشن. طبعا ممكن نغير على طول مانيوال بعد ما نسحب، ممكن نروح عاملين هنا رقم 4 بس اوكي از امريكان، وتحت رقم 5 لان هو انتر بينزل تحت اوتوماتيك، ورقم 6 وظهر لنا الجوين ديت. وطبعا بنعدله من خلال
قائمة هوم ونعمل شورت ديت فورمات سيلز كاستم عشان نعدل الديت الفورمات بتاعة الديت. تمام كده نكون انتهينا من شرح معادلة الفي لوك اب. واخر حاجة اوريها لحضراتكم ان احنا معادلة الفي لوك اب نعملها مانيوال ازاي زي ما قلت لحضراتكم في اول الفيديو. نمسح المعادلة دي خالص، نمسح كده المعادلة مسحت. لو جيت وقفت مش هلاقي حاجة في الفورمولا بار باظ. معادلة الفي لوك اب ممكن نكتبها مانيوال ازاي؟ بندوس على علامة ايكوال اول ما ندوس عليها الاكسل اللي بيترجم على طول انا عايز اكتب معادلة، غير ما اكتب مثلا يعني مثلا لو كتبت 5 في 5 الدنيا تاخد 25. طب لو جيت كتبت 5 في 5 من غير ايكوال هلاقي 5 في 5 زي ما هي ظهرت اكنها تكست. فعشان كده الاكسل اول ما ابتدي اي معادله اكتبها مانيوال لازم استخدم ايكوال. وراح كاتب اسم المعادله في لوك اب، دبل كليك عليها فتح لي المعادله هي هتلاقي نفس الكلام بس فانكشن ارجيومنتس مش ظاهر. يعني اول حاجه لوك اب فاليو بقول له نو. تمام. طبعا بروح اعمل بقى ايه اف 4 على طول عشان اوفر على نفس الوقت، مش نستنى نكتب المعادله بعد كده نعمل اف 4. الاول نكتب المعادله نمشي معاها خطوات اف 4 او علامه الستور. تمام. نروح عاملين كوما عايز تيبل اري ايه داخلين على التيبل اري اللي احنا محتاجينه. تمام. ونعمل فوق برضه نثبته اف 4 ونيجي ندخل حاجه ونعمل كوما كولم اندكس نمبر اللي هو الخاص برقم 2 ونعمل كوما لوك اب فاليو نعملها 0 عشان الرينج بتاعنا لو مش مترتب هو يعمل بحث اوتوماتيك. ونقفل القوس وندوس انتر ظهر لنا سعيد علي. وهكذا نبتدي نسحب. سحبنا المعادلة لتحت لقينا النتيجة ظهرت تمام بعد ما كتبناها مانيوال. ونبتدي طبعا نعدي في رقم الكولم عشان يظهر لنا كل قيمة خاصة بالخانة دي. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. اتمنى حضراتكم استفدتوا ومرحب بأي تعليقات أو استفسارات من حضراتكم، وإن شاء الله أشوفكم في درس جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.